بيلعب لعبة بسعر 4 مليون. هل فعلا ابو فلة اشترى لعبة ب4 مليون دولار؟ الحقيقة هتصدمك. ابو فلة من اسبوع نزل مقطع وقال انه اشترى اغلى العاب في العالم، لعبة ب4 مليون دولار وب2 مليون دولار وب100 ألف دولار والعاب تانية ارخص. في فيديو النهاردة هكشف لك هل فعلا ابو فلة دفع كل المبالغ دي في مجرد لعبة ولا كان بيكذب على متابعينه. ابو فلة عمل فيديو اشترى فيه مجموعة العاب يعدوا 7 مليون دولار. تعالوا نبحث الاول ونشوف هل فعلا اسعار الالعاب دي حقيقية ولا لا، وبعدين نبقى نكشف هل هو اشتراهم بالمبالغ دي بجد ولا لا. المركز السادس، لعبة بسعر ايفون 1500 دولار. هنا ابو فلة بيقول ان اللعبة دي في المركز السادس وسعرها 1500 دولار. اللعبة اسمها رولر، اللي قال عنها ابو فلة انها ب1500 دولار. تعالوا نبحث وندور على اللعبة دي ونشوف سعرها كام بالظبط. بعد ما بحثنا لقينا اللعبة فعلا اللي اشتراها ابو فلة اهي قدامكم. تعالوا بقى نبص على سعرها ونتأكد. ايه ده؟ سعرها 15 دولار بس، مش 1500 زي ما ابو فلة قال. عادي يا شباب، ممكن يكون شاف ال15 دولار 1500 بتحصل. تعالوا نشوف اللعبة اللي بعدها. اللعبة اللي في المركز الخامس هي لعبة The Hidden and Unknown. وصلنا المركز الخامس بهدن ان بسعر 2500 دولار. ابو فلة قال ان سعر اللعبة دي 2500 دولار. تعالوا برضو نبحث ونشوف اللعبة دي بكام. بعد ما بحثنا ولقينا اللعبة زي ما انتوا شايفين، اللعبة اللي ابو فلة قال عليها اهي، قال عليها انها ب2500 دولار. تعالوا بقى نشوف هي سعرها كام اصلا. بعد ما بحثنا عن اللعبة دي لقينا ان سعرها الحقيقي 250 دولار مش 2500. تقريبا ابو فلة بيزود صفر على متابعينه. المركز الرابع ب 9999 دولار. اللعبة الرابعة حرفيا صدمتني. ايه ده؟ ابو فلة هيشتري لعبة ب10 آلاف دولار؟ اللعبة دي الوحيدة اللي ابو فلة ما قالش اسمها ولا ركز على اسمها خالص في الفيديو. تعالوا نبحث بسرعة على اللعبة دي ونشوف سعرها الحقيقي كام. بعد ما بحثنا عن اللعبة أخدت وقت لحد ما لقيناها، من كتر ما اللعبة رديئة ومش مشهورة ومش معروفة. بس الحمد لله بعد بحث كتير لقينا اللعبة. تعالوا بقى نشوف سعر اللعبة اللي أبو فلة قال 10 آلاف دولار ده كام. ايه ده بجد؟ سعرها 15 دولار، يعني دي تقريبا أرخص لعبة اشتراها في حياته، وبيقول عنها انها ب10 آلاف دولار. تعالوا لما نشوف اللعبة التالتة. اللعبة الثالثة لعبة بسعرها 9999، يعني قاعد نتكلم عن 125 ألف دولار، واللي سعرها 125 ألف دولار، ودي تقريبا بتمن فيلا. ايه ده؟ هو ابو فلة بجد هيدفع الرقم ده في مجرد لعبة؟ تعالوا لما نبحث على اللعبة دي اهي لقينا اللعبة اللي نزلها ابو فلة. تعالوا بقى نشوف سعرها الحقيقي كام. ابو فلة كان مصدوم من شكل اللعبة والجرافيكس فيها، وكان بيتريق على المصممين بتوع اللعبة. بس للأمانة ابو فلة قال انه مشتراش اللعبة دي لانه مش هيرمي 125 ألف دولار على الارض. شابوه ابو فلة، وقال انه تواصل مع صاحبها عشان يديهاله يجربها، وان صاحب اللعبة وافق. بعد ما بحثنا عن اللعبة اللي سعرها 125 ألف دولار ولقيناها. تعالوا بقى نشوف سعر اللعبة الحقيقي كام. اللعبة يا جماعة سعرها 90 سنت، يعني أقل من دولار. أبو فلة مزود 124,999 دولار. تعالوا على اللعبة اللي بعدها، المركز التاني. لودينج ثيربي أغلى ثاني لعبة في العالم بسعر 2 مليون دولار. واللعبة دي بمبلغ 2 مليون دولار. بس برضه أبو فلة قال إنه مشتراش اللعبة، وإن كلم صاحبها وأخدها منه يجربها على قناته. تعالوا برضو نبحث على اللعبة دي ونشوف هل فعلا اللعبة ب2 مليون دولار ولا لأ. اللعبة دي حرفيا قعدت أكتر من ساعة كاملة بدور عليها وما كنتش لاقيها خالص.
وبعد بحث كتير قوي وصلت لأن اللعبة كانت موجودة واتحذفت بسبب إنها لعبة دموية، وكانت فعلا نازلة بمبلغ 2 مليون دولار. وحاولت أوصل لقناة مطور اللعبة وأشوف التعليقات على اللعبة، وفعلا اللعبة كانت ب2 مليون دولار، بس اللعبة دي كان فيها نسخة مجانا اللي هي لعبها أبو فلة، يعني ما كانتش ب2 مليون دولار ولا أي حاجة. وكمان ما كلمش صاحب اللعبة أصلا، والدليل على كده إن في ناس كتير قوي عاملة ريفيوهات عن اللعبة، يعني أكيد الناس دي كلها ما اشترتش اللعبة ب2 مليون دولار. أبو فلة كان صادق فعلا في سعر اللعبة. ونيجي بقى للوحش، لأقوى وأحلى وأغلى لعبة في التاريخ، اللعبة اللي ب4 مليون دولار. أعلى لعبة سعر في العالم بسعر يقدر 4 مليون. أبو فلة صدمنا في الأول وقال إن اللعبة ب4 مليون دولار ونص، وإن صاحب اللعبة رفض إن أبو فلة يجربها، بس أبو فلة كان بيعمل فينا مقلب، وأبو فلة كلم وتواصل مع مطور اللعبة علشان ياخدها ببلاش. تعالوا بقى نشوف أقوى وأغلى لعبة في العالم دي ونبحث عنها. بعد ما بحثنا عن اللعبة لقينا اللي هي أغلى لعبة في العالم. تعالوا بقى نشوفها هي بكام. ايه ده؟ ب15 دولار. يعني أبو فلة بعد ما وقف قلبنا إن خلاص مش هنشوف اللعبة اللي هي ب4 مليون دولار ونص، تطلع في الآخر ب15 دولار. لأ بجد حاجة غريبة إن أكبر قناة عربية وأكتر شخص الناس بتثق فيه يخدع الناس. مفيش ولا لعبة سعرها صح من اللي قالهم أبو فلة. ياريت بجد أبو فلة يطلع يشرح لنا حصل إيه وليه قال كده وضحك على متابعينه. أبو فلة من الناس اللي العرب كلهم حبوه وعرفوا إنه بيعمل عمل خير ومش بيضحك على متابعينه. اعملوا لايكات وشير للفيديو في كل مكان، عاوزين الفيديو ده يوصل لأبو فلة، وعاوزينه يطلع يقول لنا ليه ضحك على متابعينه وما قالهمش الحقيقة، ويفسر ويوضح اللي حصل بالظبط. وبس في النهاية أنا بحب أبو فلة وأتمنى إنه يفهمنا ويعرفنا حصل إيه وليه أبو فلة قال كده. وبس، سلام. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ وبس، انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده. شكرا.